وأنا في طريقي للبيت العربية عطلت. الكلام ده كان الساعة 11:30 مساء. نزلت وفتحت الكبوت علشان أشوف ايه اللي فيها. أنا بفهم شوية في العربيات بس على قد يعني. المهم ربنا يسر واشتغل. بس كنت سامع صوت غريب جدا في المحرك وأنا ماشي بيها. على الطريق لمحت يافطة لورشة تصليح سيارات. مشيت في اتجاهها وبعد 200 متر كنت وصلت. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت يا هندسة عاوزك تبصلي بصة على العربية. خير يا باشا، فيها ايه؟ حكيت له على اللي حصل والصوت اللي في المحرك. بص على السريع وقال لي ما تقلقش، محتاجة شوية تظبيط، ساعة زمن وهتكون جهزت. رديت عليه وقلت له ساعة؟ قال لي ايوه، ممكن حضرتك تستنى هنا على الكرسي لغاية ما اخلص. فكرت شوية وبعدها افتكرت ان ليا واحد صاحبي من ايام الجيش كان عايش هنا، اسمه وليد ابو الفتوح، بس ما كنتش فاكر الحارة اللي كان ساكن فيها فين بالظبط. سألت الميكانيكي وقلت له لو سمحت هي حارة المساعيد قريبة من هنا؟ قال لي ايوه يا باشا، هتاخد يمين في يمين وتمشي طوالي لغاية ما تلاقي صورة على شمالك، حود يمين تاني هتلاقي نفسك في حارة المساعيد. قلت له تمام. رد عليا وقال لي تحب ابعت معاك صبي من صبياني يوصلك؟ قلت له تشكر يا ذوق، انا فاكر المنطقة بس حبيت اتأكد. هو بيته قريب من قهوة المعلم طلبة، اسمه وليد ابو الفتوح، صاحبي من ايام الميري. هعدي عليه اقعد معاه شوية لغاية ما تكون انت خلصت العربية. قال لي تمام يا باشا اللي تشوفه. مشيت على وصف الميكانيكي وبعد ربع ساعة كنت وصلت للحارة. ايوه انا افتكرت، انا جيت هنا اكتر من مرة. وصلت عند القهوة ولقيت وليد قاعد هناك. اول ما شافني بص بذهول شديد وكأنه مش مصدق انه شافني قدامه، او ما توقعش انه ممكن نتقابل بعد المدة دي كلها. وقف سلم عليا وحضني. فتحي، ياه عاش من شافك يا راجل. ازيك يا وليد عامل ايه؟ انا تمام، طمني عليك، ازيك وازاي احوالك؟ ماشي الحال، انا كنت قريب منك فقلت اما اعدي عليك اشوفك واقعد معاك شوية. يا الف اهلا، هات يا ابني 2 شاي. وقف القهوجي وهو باصص لنا باستغراب وقال له عاوز 2 شاي متأكد؟ قلت له باستغراب ما قالك 2 شاي فيها ايه؟ هرش في دماغه وقال لي وليد ماشي اللي تشوفه. قلت له هو ماله ده يا وليد؟ قال لي سيبك منه. بقولك ايه، انا مش عاوز اقعد على القهوة، خلاص تعالى نطلع فوق عندي. رديت عليه وقلت له بس الوقت اتأخر وخايف اسبب لك احراج مع الجماعة. يا سيدي تعالى، ده بيت اخوك، احراج ايه بس؟ وصلنا البيت وطلعنا الدور التالت. طلع مفتاح شقته فتح ودخل. تعالى يا فتحي ادخل ما تتكسفش. اول ما دخلت حسيت بشعور غريب جدا، خنقة وقبضة قلب بدون سبب. ايه مالك، انت كويس يا فتحي؟ اه انا بخير الحمد لله. طيب قولي بقى، شاي ولا قهوة؟ ولا اقولك نجهز عشا على السريع؟ لا عشا ايه بس؟ انت مكسوف؟ بقولك بيت اخوك يا جدع، هجهز لك عشا، ثواني هصحي الجماعة وجايلك على طول. لا يا سيدي ملوش لزوم، بلاش تقلقه. دخل يصحي مراته وانا فضلت قاعد في اوضة الضيوف. فجأة سمعت الباب بيتفتح ببطء ودخلت منه قطة سودا، شعرها واقف عامل زي القنفذ. جريت عليا وهي بتبصلي بنظرة غضب وطلعت صوت مواق مزعج ومخيف زي ما يكون حد بيصرخ، وفضلت تلف وتدور حواليا. قلقت منها جدا وحسيت انها لثواني ممكن تنط عليا. خفت منها تعور وشي وتخربشني. وقفت في مكاني وحاولت اخربها. رفعت ديلها وابتدت تاخد وضعية الهجوم وتخربش برجليها في الارض وبسرعة. بعدها حسيت بايدي اتحطت على كتفي. بصيت ورايا بسرعة وانا لسه هضرب، لقيت وليد بيقول لي مالك يا ابني واقف ليه كده؟ قلت له القطة دي شكلها غريب جدا وتصرفها اغرب، هي مالها؟ رد وليد وقال لي قطة؟ قطة ايه؟ قلت له القطة دي، ولسه هشاور عليها كانت اختفت. هي راحت فين؟ هي مين يا فتحي؟ القطة دي كانت لسه هنا قبل ما تدخل بثانية وكانت عايزة تهاجمني. قطة وتهاجمك كمان؟ طب انا عاوز اقولك اننا ما عندناش قطط هنا في البيت اصلا.
ازاي يعني؟ زي ما بقولك كده. امال جت منين؟ وارد تكون نطت من المنور من عند الجيران ودخلت من الشباك بتاع المطبخ. حسيت ان كلامه مش منطقي وانه بيكذب عليا. المهم ما قلتليش انت كنت فين قبل ما عربيتك تعطل منك؟ انا كنت ايه؟ انا كنت ايه يا ابني؟ انت نسيت؟ فعلا انا مش فاكر بصراحة كنت فين. غريبة دي، ازاي يعني؟ في الوقت ده حاولت اعصر تفكيري علشان اعرف كنت فين، بس فعلا نسيت تماما كنت فين ورايح بالعربية على فين. في حاجة غريبة من ساعة ما دخلت الشقة دي، الوضع مش مبشر بخير ابدا. ولقيت وليد في الوقت ده بيقولي طب يلا بقى زمانك هتموت من الجوع. هموت؟ لا يا سيدي مقصودش يعني، بعد الشر عليك، قصدي انك جعان جدا. انا فعلا جعان جدا. بس انت عرفت منين؟ حسيت انك ممكن تكون جعان. كلامه بقى مريب اكتر. انا خايف منه، وخايف اكتر ليكون الاكل ده فيه حاجة. حط صينية الاكل قدامنا على السفرة. يلا يلا يا عم مد ايدك، مستني ايه؟ كنت مستنيه هو ياكل الاول علشان اطمن ان الاكل ما فيهوش اي حاجة. لازم اطمن الاول قبل ما مد ايدي. في الوقت ده سمعنا صوت طفل صغير بيندى على وليد. لقيت وليد بيقول انت صحيت؟ طب تعالى يا حسن، تعالى ما تخافش، ده عمك فتحي صاحبي من زمان، تعالى سلم عليه. قرب مني ابنه اللي كان عمره 5 سنين تقريبا. كان في نظرة غريبة جدا بيبص ليا بيها، كأنه مش مرتاح ليا، والحقيقة ان انا اللي مش مرتاح للوضع كله هنا. خد الولد قعده على حجره واكله لقمة والتانية. اطمنت ومديت ايدي علشان اكل. بعدها الولد جري وفضل يدور على لعبته، عربية لونها احمر. طلعها من تحت الكرسي وفضل يلعب بيها. في حاجة غريبة شدتني للعربية اللعبة دي. بقيت مركز قوي مع الولد ولعبته. لقيت وليد بيقولي كمل اكل يا فتحي. مالك، هو مش عاجبك؟ في الوقت ده كنت سرحان جدا مع العربية، ولقيت وليد بيقولي بقولك الاكل مش عاجبك؟ قلت له لا، الاكل تمام الله ينور. اخد الولد العربية وجري ناحية الحمام بيها. فضل وليد يتكلم شوية معايا وانا مش مركز في اي كلمة بيقولها. كل تفكيري مع الولد ولعبته، مش فاهم فيه ايه، ليه انا مركز قوي كده مع لعبة زي دي. بعد ما خلصت اكل وليد قال لي قوم اغسل ايدك، هتلاقي الحوض في وشك جنب الحمام. رحت علشان اغسل ايدي، ولما جيت قصاد الحمام كان الباب مفتوح، والولد الصغير مال البانيو مية وحاطط العربية اللعبة على حافة البانيو وبيلعب بيها. شافني واقف وببص عليه استغرب مني ومن نظراتي، ساب العربية من ايده ووقعت جوه البانيو. صرخت بصوت عالي للطفل علشان وقع العربية في المية، وجريت بسرعة وطلعت العربية من البانيو. الولد اتخض وفضل يعيط. جه والده جري علينا، لقيته بيقولي في ايه يا فتحي مالك؟ ما كنتش عارف ارد اقوله ايه، وانا مش فاهم ايه ردة فعل الغريبة دي، وايه تصرفي اللي ملوش معنى ده. وليد كان واقف مستغرب ومش فاهم حاجة. خد الولد ودخله اوضته، وانا غسلت ايدي ورجعت لأوضة الضيوف تاني، وحطيت اللعبة جنب مني على الكرسي. شوية ودخل وليد وهو معاه الشاي وقال لي اتفضل يا فتحي. رديت عليه وقلت له معلش انا تعبتك جدا وازعجتكم النهارده. لقيته بيقول لي عيب يا راجل، انت في بيتك، ما قلتليش بقى ايه اخبار دفعتنا ايام الميري؟ لسه بتكلم حد منهم؟ قلت له لا، ما بكلمش حد خالص. رد عليا وقال لي انا على تواصل مع احمد يسري، فاكره؟ قلت له فاكره. طيب ايه رأيك انا هكلمه، هو سهران مش بينام بدري، وهخليه يكلمك. قلت له لا ملوش لزوم نزعجه. قال لي لا هكلمه. مسك موبايله واتصل على احمد. الو، ايوه يا احمد اخبارك ايه؟ انا تمام الحمد لله. مش هتصدق يا ابني مين قاعد معايا هنا. ولقيت وليد بيقول في التليفون انا مش سامعك يا احمد، ثواني هفتح السبيكر. عارف مين قاعد معايا دلوقتي؟ قال له مين؟ قال له مش هتصدق. قال له يا ابني قول مين وخلصني. قال له فتحي غانم.
رد عليه وقال له بتقول مين؟ وليد قال له بقول لك فتحي غانم دفعتنا أيام الجيش. رد أحمد وقال له أنت بتهزر صح؟ قال له لأ هو معايا أهو فعلا. أحمد رد عليه وقال له يا ابني فتحي غانم مات في حادثة من كام شهر، هو كان عندي على الفيس. سمعت الجملة دي وافتكرت كل اللي حصل لما كنت راجع للبيت وراكب عربيتي، وكان قصادي نص نقل جاية قصادي بكل سرعتها. حاولت أتفاداها ولكن معرفتش، والعربية اتقلبت بيا ووقعت بيها من على الكوبري وغرقت. دلوقتي أنا فهمت أنا كنت ليه مركز أوي مع اللعبة بتاعة الولد، لأني حسيتها مش لعبة عادية. في الوقت ده وليد كان بيتكلم وهو مذهول ومش مصدق اللي بيسمعه، وبص جنبه لقاني اختفيت أنا والعربية بتاعة ابنه. وليد انت معايا يا وليد؟ قفل وليد السكة وهو مش مصدق اللي حصل. كان في حالة دهشة كبيرة، وفضل يقول طب ازاي ده كان معايا وبيكلمني وتعشينا مع بعض، لسه كنا بنشرب الشاي. وبعدها فضل يربط الخيوط ببعضها، نظراتي لابنه وهو بيلعب بالعربية، ولما زعقت وجريت علشان أطلع العربية من البانيو، وسؤاله ليا كنت رايح فين قبل ما أعدي عليه وأنا بقوله مش فاكر. قطع حبل أفكاره صوت جرس الباب، راح فتحه ولقاه الميكانيكي بيقول له حضرتك أستاذ وليد أبو الفتوح؟ رد عليه وقال له أيوة أنا. قال له في واحد صاحبك كان فات عليا من ساعتين ومعاه عربية فيها مشكلة، قال لي إنه هيعدي عليك لحد ما أخلص العربية، وأنا وصفت له عنوانك وقال لي على اسمك وإن بيتك قصاد قهوة طلبة. بس لما اتأخر عليا اضطريت وفتحت العربية واكتشفت إن رخصة العربية باسم وصورة واحد تاني غير اللي كان عندي. واضح كده إنه سرق العربية. هو جه عندك؟ رد عليه وليد بدهشة وقال له لأ مفيش حد عندي وأنا معرفش حاجة عن الموضوع ده. قال له الميكانيكي طيب أنا هبلغ الشرطة عن وجود عربية مسروقة، هقول لهم أوصاف الراجل اللي جابها عندي وهما بقى هيعرفوا يجيبوه بطريقتهم، وآسف جدا لحضرتك على الإزعاج. قفل وليد الباب وهو بيقول مستحيل، مستحيل حد يعرف يجيبه أو يقبض عليه،